ايه اللي حصل النهارده الصبح؟ طهران تحترق. الجمله دي مش عنوان فيلم ولا منشط جورنال، دي الحقيقه. فجر الجمعه صوت الانفجارات بيدوي في قلب العاصمه الايرانيه طهران. مش زلزال طبيعي، دي كانت غارات اسرائيليه غير مسبوقه، غارات ضربت مواقع عسكريه مهمه، احياء سكنيه، منشات نوويه، ومعاها قلوب الايرانيين. اللي حصل مش ضربه خفيفه في لعبه مخابرات، اللي حصل هجوم معلن، اغتيالات حقيقية، رسائل بالدم والنار. مش بس عايزين يوجعوا إيران، دول عايزين يشلوها ويرقعوها ويمسحوا هيبتها ويمسحوها كمان من على الخريطة. وبدل ما يطلع نتنياهو يبرر أو يعتذر أو يقول ما كناش قاصدين، طلع يقول نبينا موسى بارك العملية. قالها بالحرف الواحد، استدعى الدين والتاريخ والنبوءات، وبيعلنها ان الحرب دي يا جماعه اللي مش واخد باله حرب دينيه عقائديه صهيونيه لاخر مدى. يعني ببساطه مش ضربة طياره وهربت، دي بدايه المعركه طويله حقيقيه. سؤال اللحظه اللي بيتسأل دلوقتي، ليه إسرائيل عملت كده وعايزة توصل لإيه؟ أقول لك، واحد، ضرب المنشآت جوه طهران هدفه شل القدرات العسكرية والتكنولوجية من الجذور. اتنين، اغتيال القيادات هدفه تفجير مركز القرار جوه النظام نفسه. تلاتة، وده الأهم والأخطر، استهداف نخبة من العلماء الإيرانيين المتخصصين في المجال النووي والصاروخي، واللي تم اغتيال عدد منهم في العملية الأخيرة. ودي رسالة واضحة إن إسرائيل بتستهدف عقل المشروع الإيراني مش بس عضلاته. دي حرب على العقول قبل ما تكون حرب على المواقع والأرض والمنشآت. أربعة، جر إيران لحرب مباشرة عشان يبرروا أفعالهم بعدها بضربات أكبر وأكبر، ويمكن حتى تدخل أمريكا بشكل علني، أو حرب إقليمية تشعل الدنيا كلها. بس السؤال الأهم دلوقتي، إيران هترد ولا لأ؟ طب لو هترد إزاي وإمتى؟ إيران مش دولة بتهوش، عندها مدرسة اسمها الصبر الاستراتيجي. بس المرة دي الضربة كانت جوه البيت، جوه القلب، جوه الكرامة. يعني السكوت أعتقد إنه مش مطروح، ومش مجرد كرامة، دي هيبة دولة بتنهار. والسيناريوهات قدامهم واضحة، يا يردوا بضربة مباشرة تقيلة وسريعة على موانئ أو قواعد إسرائيلية، يا يختاروا ضربة شكلية من طهران، شفناها كتير، ومعاها ضربات حقيقية من حلفائهم في المنطقة، أو يرجحوا سيناريو التريث والتروي زي ما حصل بعد اغتيال قاسم سليماني. بس دي مخاطرة حقيقية بتدب في قلب إيران. بس خليني أقول لك، مهما كان السيناريو إيران مش هتسكت، والضربة دي مش هتعدي. إسرائيل بدأت وزي ما بيقولوا كده لعبت بالنار، وفتحت باب جهنم على المنطقة، والمنطقة كلها داخلة على تصعيد إقليمي واسع. العراق على صفيح ساخن، لبنان بيتحرك، سوريا في قلب الزلزال، اليمن مستعد، وغزة مش هتتأخر، والضفة بتغلي، والقدس على الأبواب، والخليج كله قلقان بيراقب وعينه على مضيق هرمز وبيحسبها، هل الرد الإيراني هيجي من هنا؟ أما روسيا والصين مش هيسكتوا على ضرب حليف استراتيجي في قلب العاصمة، وأمريكا في وضع لا تحسد عليه. مش عايزة حرب، أيوة مش عايزة حرب، لكنها مش قادرة تسيب إسرائيل. إذا إحنا على أعتاب إيه؟ حرب استنزاف طويلة، مواجهة نووية غير مباشرة، ولا حرب عالمية بنكهة شرق أوسطية؟ مش مبالغة أبدا لما إيران تنضرب في طهران نفسها، فده إعلان نهاية لتوازن إقليمي، ده كارت أحمر للهدنة وبداية جولة دم جديدة. وده مش بس تهديد لإيران، ده تهديد للعالم كله، للنفط، للطاقة، للممرات المائية، وللأمن الدولي. وعشان كده لما بنقول طهران بتحترق، فده مش تشويق إعلامي، ده إنذار مبكر، إنذار إننا داخلين عصر جديد بعده. ولا أي عاصمة هتكون في أمان، ولا تحالف هيفضل صامد، ولا توازن هيبقى قائم. والسؤال اللي هيحدد مصير المنطقة والعالم، هل ترد إيران؟ طب إزاي؟ وإمتى؟ وفين هتكون الشرارة اللي بعدها الكل هينهار؟ احنا داخلين على أيام صعبة جدا، وربنا يستر على المنطقة كلها.